السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. فيديو جديد ونهار جديد وندخل مباشره في الموضوع. كلكم شفتوا الخرجه ديال سعاد البارح. انا والله الا فرحاتني. اليوتيوب كله راضي على سعاد. اليوتيوب والانستغرام كله كيهضر على الخرجه ديال البارح. واخيرا زولتي جلاله اللي على عينيك. نتكلموا بعدا على الخرجه ديال الداسره اللي خرجات بلا حشمه بلا حيا، كطالب بالارض مقابل الصلح. سعاد كانت خرجت في واحد اللايف ملي يلاه جبدوا القضيه ديال الصلح. دابا هذه واقيلا مشي شهر تسعود وبقاو كيجروا مسكه في كوميره. وقالت في داك اللايف: انا هنكتب الارض اليسرى بنتي، والعاقه الداسره ديكشي ما سمعات. وافقت على الصلح من بعد ما خرجت ب20 فيديو وهي كتجبد في هذا الموضوع، ومن بعد ما شرطات على سعاد انها تقلل من الخدمه في اليوتيوب وما تخرجش تجاوب. وسعاد المديديله وافقات. هي العقه تشرط وسعاد تنفذ. وكلكم شفتوا الحفله ديال الصلح اللي دارت ليها وكبرات بيها، ما خلات عونيات، ما خلات بساطل، دارت ليها تكبيره ديال القلب. نورمالمون هنا خاصو يتلم الموضوع ديال الصلح. مائده بالداسره خرجت في واحد الفيديو بلا حشمه بلا حيا. ماما قالت لي بلي غادي تكتب لي الارض وهي ما كتبت لي ما والو، وانا كنشوف التعليقات كلشي كيسول، وهي غير بغات دير لي بلاكا وديما كتخلي لي بلاكا على ظهري. بغات دير لي بلاكا بلي انا تصالحت معها مقابل الارض. ياك اختي، ايوا راه كلشي عايق بيك بلي هاد الصلح هذا راه ديال المصلحه. وحتى كتخرج لينا سعاد في واحد اللايف مزلزل كتبكي وكترش الحيوط وكذبات فيه العقه ديال بنتها، وقالت لها: دوينا انا وياك في الخاص، وقلت لك انا غادي نكتب لك وانتي غادي تبني وخوتك يستافدوا. انا راه عندي كلكم سواسيه، ما كايناش غير انتي. وكيف ما قلتي لي ما تخدميش بالمشاكل، وحتى انتي ما تخدميش بيا. الله يفلي خلى العقه تغبر ما حطات والو من البارح. ونزيدكم واحد الحاجه اللي انا ما كانتش في راسي، تسمعت سعاد كتقولها في اللايف صدمتني. دوات على انها محكومه سورتي، هذه عارفاها، ولكن انها خاصها تعطيها 2 المليون غرامه. اويلي يا العاقه، اويلي سخفات الله عظيم. راه حنا اللي كنعطيو لوالدينا وحنا اللي كنشريو ليهم. والنهار ديال الحفله اللي هي قامت فيها بكل ومنعتي عليها تصور ولو غير قيطه ولو غير طريف ديال البسطيله تصوره، منعتي عليها وجايه بيدك تيشيرو. علاش انتي ما تشريش لامك شي حاجه تفرحيها بها قدام الناس، ولا هي ولو غير سنيسله ديال الذهب. وحتى بالسبره ديال اللي خديتي ليها من تايلاند وطلعتي عليها فيديو ما عطيتيهاش ليها، وخارجه كدوي على الارض بلا حشمه بلا حيا. وجهك صحيح، ولكن سعاد حددت لك الصوره، الله يعطيها صحيحتها. ومن هذا الفيديو كنقول لسعاد: خليك بكرامتك، بركه ما تجفف بك الارض. راه واخا بنتك، راه انتي غلطتي وهي غلطات كثر منك. صافي درتو الصلح، حبسيه هنا. بغات تسول ما بغاتش، الله يعاون. علاش كون كان معاك هذه 6 سنين مرضتي وطحتي وفقتي ونطي، ما خليتي محاكم، ما خليتي سبيطارات بسببها، وياك تكتبي ليها شي حاجه. والله حتى تدي الذنوب مع الله ومع العبد، تدي الذنوب في وليداتك. والله حتى تندمي حياتك كلها. هي اصلا داكشي اللي بغات، داخله على طمع، ما كتهميها لا انت ولا خوتها. باختصار البنات، العقه زادت فيه. هادي راه واخده الماستر في العقوق، والمشكله ان اللي متبعينها غير لي جون وبنات الدراسه والمراهقات، راها كتحرض على العقوق وقله الادب ورد الهضره. حنا راه كنا في السن ديالها والله ما كنا كنقدو نهزو الراس، وهي خرجت لنا العقوق وخرجت لنا التمسخيط وخرجت لنا لا حول ولا قوه الا بالله. راه مدينه فاس ضاعت بسبب هاد العائله المشوهه. على ما اظن ما دخلش هي في الشكايه ديال البدويه وبناتها ديال بوكريشه. كنتمناو يشوفوا لجهتها، هذه راه خاصها عده شكايات وتشد ليها القناه. هنا احبابي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تابوناو عندي في القناه وتخليو شي كومونتير زوين بحالكم. نتلاقاو في فيديو جديد مع موضوع جديد ان شاء الله. كانت معكم سكينه اللي كتموت عليكم.